الزميل الصحفي الأستاذ محمد منير من القاهرة. أستاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد، ازيك؟ يا مرحبا. أنا خلاص اتعلمت، مش هسألك تاني إيه رأيك في صحافة النهاردة، لأن أنت إجابتك معروفة زي صحافة زي صحافة امبارح أول امبارح. زي الأسبوع اللي فات. بالظبط. إنما هسألك على أزمة الصيادلة والأزمة العاصفة اللي دخلت بعد أزمة الصحفيين وأزمة القضاة وأزمة الأزهر. أزمة جديدة النهاردة بتلوح في الأفق مع زي ما قالت أخبار اليوم الصيادلة يدخلون في مواجهات عاصفة مع الأطباء والبيطريين والأمنيين ضد قانون جديد اللي هو قانون الصيادلة. إزاي نقرأ هذه الأحوال للمجتمع المدني والنقابات المهنية في ظل الأوضاع الحالية؟ يا أستاذ أحمد، أنا يعني أوضحت في مقال كاتبه حديثا إن وقبل كده برضه في كذا مقال إن الحكم العسكري لن يتحمل مظاهر المجتمع المدني، وأولها وأكثرها رسوخا هي النقابات المهنية. النقابات المهنية بتمثل خطر شديد على طبيعة الحكم العسكري، لأنها بتمثل فئات بيبقوا عماد الطبقة الوسطى، وبتمثل مصالح المجتمع أو معظم فئات المجتمع المدني، وهي زي ما أنا قلت لك كان لها دور في ضبط ميزان المجتمع التونسي والمجتمع قريب مننا، ودائما بيبقى سبقنا بخطوات من 2011 تجاه المتغيرات السياسية والثورية. فالخطة كلها مبنية على الانقضاض على النقابات المهنية من ساعة أزمة نقابة الأطباء، يليها الصحفيين، يليها حتى القضاة الذين استطاعوا أن يبدلوهم فترة من فترات لن يتحملوا هذا. المطلوب هو هيمنة كاملة لا يضايقها ولا يقف أمامها أي اتجاهات أو مصالح أخرى غير الفكر العسكري. طب استاذ محمد، انا طالما حضرتك تعرضت الى المقال وانا واخده النهارده للساده المشاهدين ايضا معايا اليوم عن عسكره المجتمع ما بين نكهه السياسه ونكهه البياده. حضرتك تفضلت وقلت ان هناك في فرق شكلي بين الحكم العسكري في الخمسينات والستينات من القرن الماضي والحكم العسكري الان. فالاول حكم عسكري بنكهه السياسه، والثاني حكم عسكري بنكهه البياده. ما بين البياده والسياسه، هل هو التوصيف للوضع العسكري في مصر من ناصر الى السيسي؟ بص يا استاذ احمد، طبعا انا عندما اقول نكهه السياسه فانا لا اقصد لفظ نكهه البياده، لا اقصد لفظ تهكمي، ولكن البياده اقصد بها العسكريه الصرفه. الفكره ان هناك حكم عسكري في الخمسينات، هناك حكم عسكري ممتد من الخمسينات حتى الان، ولكن هناك فروق يجب ان ندركها حتى نستطيع ان نتعامل مع الامور بشكل كويس، تكون عندنا معطيات واضحه. في الخمسينات كانت الفتره كنا خارجين لسه من الحرب العالميه الثانيه، وكانت الكولونياليه يعني الاستعماريه والاستعمار الغربي مسيطر على معظم دول الشرق ومعظم المجتمع العربي ودول الوطن العربي، وحتى العالم كله كان خارج من الحرب العالميه. كان طبيعي وهناك احتياج ان يقود استقلال الدول ونهوضها عسكريين لكي يستطيعوا بإمكانياتهم وبما انجزوه في اثناء حركات المقاومه ان يقودوا البلاد في المرحله دي. عندك شارل دي جول في فرنسا، عندك تيتو، عندك ايزنهاور، نعم، عندك في مصر ايزنهاور، صحيح. يعني في اوروبا، فما بالك بقى في هو بلا شك استاذ محمد المفارقه كبيره جدا والبون شاسع ما بين الستينات وما كان فيه وما نقول الحكم العسكري وبين الحكم العسكري الان. حضرتك الان وصفت الحكم بانه هو الحكم ايوه طبعا لا هو هناك الان استاذ احمد الان هناك ضروره سياسيه فرضت ان يكون هناك حكم عسكري، وان العسكر يقوم بحركه التحرر الوطني في مواجهه الاستعمار، في مواجهه الاقطاع، في مواجهه اي حاجه. لكن هي الازمه ان عندما انتهت هذه الضروره كان يجب ان نخرج
هناك ضروره من وجودها في الخمسينات بدايه الستينات. انا اعتقد كان يجب من منتصف السبعينات ان نخرج من هذه الضروره، وهو ما حاول السادات ان يفعله ولكنه به خبث. طيب يعني في كل الاحوال انا مش هناقش المزيج ما بين المدنيه والعسكريه. مش هناقش مع سعادتك قصه الضروره، لان الضروره دي بعد كده خلفت ايضا نكسه كبيره للجيش والحياه المصريه 67، وهنلاقي بعد كده برضه لا احزاب، لا هو الصوت الواحد. مش هناخد الفتره، انما دلوقتي انا عايز بس برضه ادخل على الفتره الحاليه. انت يعني وصفتها بانها فتره البياده العسكريه، يعني عايز برضه شرح لهذه العباره. يعني انا اتحدث كلمه البياده يعني العسكريه الصرفه التي ليس لها ضروره في العراق. العسكريه مهمه جدا، الجيش مهم جدا، القوات المسلحه مهمه جدا، ولكن عندما تخرج مثل اي اداه في الدنيا، عندما تخرج عن مهمتها الرئيسيه ثم تقوم بمهمه اخرى ليست مهمتها، طيب. هذا هو الذي يحدث تردي في دورها الحقيقي وفي تكوينها، وهذا يحدث تردي في المجتمع كله. طيب يعني انا عايز انتقل طالما هي عسكريه بحته بالفعل، ولكن امامنا مجموعه من المعاونين والبطانه والمناصرين، ودايما لكل طاغيه او دكتاتور هناك انصار له. الببلاوي، حازم الببلاوي يا استاذ محمد، النهارده بيقول لنا يجب على الحكومه في الشروق، على فكره الخبر منشور منشطه الشروق اليوم، فرض ضرائب تصاعديه. يعني الدكتور حازم الببلاوي الخبير الاقتصادي الفخيم اللي تولى حكومه مصر ما بعد الانقلاب، بيرى الراجل ان مفيش واجب على الحكومه دلوقتي ابدا خالص الا انها تفرض ضرائب، ولكنه حددها ضرائب تصاعديه. كيف تقرا يعني هذا الملمح ايضا؟ شوف، اوعى تحاول ان انت تقع في غلطه ان حازم الببلاوي مش فاهم. لا، حازم الببلاوي فاهم كويس جدا. لكن هؤلاء كما قلت هم من صنعوا الطاغيه وهم المستفيدين من الطغيان، فحتى بيطوعوا فكرهم الاقتصادي وادواتهم لصالح من يحكم. هو لا يستطيع ولا يجرؤ ان يتحدث عن فشل التنميه كما كان يتحدث عن التنميه من قبل حزب الثوره. كان له مشاريع عظيمه وكان له رؤيه عظيمه في الموضوع ده. لا يستطيع ان يتحدث عن النمو، ولكن يستطيع ان يتحدث كما يتحدث سادته وقادته الذي يعني يقف يؤازرهم دائما من ان الحل عند الشعب وعند الغلابه. بدل ما وفر لكم العيش وفروا انتم من اكلكم. طيب يعني اخيرا واجابه سريعه اذا اذنت لي، سفير مصر بواشنطن بيزف الينا الخبر ان المعونه الامريكيه سوف تنخفض بنسبه 25%. كيف تقرا هذا الخبر بعد زفه ان ترامب والسيسي بتجمعهم كيمياء وعلاقه وحميميه وغرام وكده يعني؟ لا حميميه ولا ديون. السيسي بيتحصلوا عن ظفر وظهير، بدليل قبل اخفاض المعونه الامريكيه الحركه الاستعراضيه في عوده الناشطه اسمها اي حجازي الحقوقيه اللي كانت محبوسه هنا، اي حجازي عودتها بشكل استعراضي. اي حجازي بشكل استعراضي وبشكل فيه يعني ابراز لقوه الفتوى الامريكي الذي قام بحل هذه المشكله بقوه. حقيقه الامر ان المعونه الامريكيه دائما ترتبط بما سيقدمه الحاصل على المعونه. هو السيسي بدأ التنازلات معهم او في حاله تنازلات دائمه، وهم يطلبون مزيد من التنازلات. حاله تنازلات دائمه، حاله تنازلات دائمه وهم يطلبون المزيد من التنازلات. اشكرك شكرا جزيلا الصديق العزيز الاستاذ محمد منير، كنت معي من القاهره. شكرا.